عاصفة كتعجبني، ماشي حيت الشتاء ولا الرعد، ولكن حيت كتسكت كل شيء، ما كيبقى لا تلفازة لا تليفون لا الضوء، وكتخلي غير الصوت والحكايات. بغيت نحكي لكم على واحد الشاب من هنا من طنجة، سميتو محمد بن عبد الله اللواتي، ولكن العالم كامل عرفوه باسم ابن بطوطة. في سنة 1325 وكان عنده غير 21 عام، خذ القرار يسافر للحج، ماشي في طيارة ولا في باخرة، ولكن برجليه، ومعاه غير عصا وخريطة في الخيال. الأم ديالو قبل ما يمشي عطات ليه شوية ديال التراب من طنجة، وقالت ليه فين ما مشيتي ما تنساش منين جيتي. ومن تما بدات الرحلة من طنجة لفاس، ومن بعد بدا كيشوف عالم جديد، كل مدينة فيها حكاية، ناس، لغات، الوان، وحتى الماكلة مختلفة. الرحلة ما كانش كلها زوينة، كان فيها الجوع والوحدة والخطر، ولكن حتى المفاجآت. وغادي نعاود لكم كل شيء، قربوا شي شوية، ركزوا مزيان وسمعوا. بحال ما قلت لكم، القصة بدات في القرن 14 هنا في طنجة. طنجة ديك الساعة بحال دابا هي جوهرة المغرب، معروفة بالتجارة، بالعلم، وبالناس اللي جايين من كل بلاصة. وفي هذه المدينة زاد محمد بن عبد الله اللواتي، اللي العالم سماه من بعد ابن بطوطة. منين كان صغير حفظ القرآن وتعلم الشريعة، كان كيمشي بزاف للمينا، كيجلس وكيسمع القصص ديال التجار اللي جاو من بلاد بعيدة، مصر، الأندلس، السودان، وكل قصة كانت بحال باب كيحلوا ليه الخيال. ولكن الحكايات ما بقوش كافيين الفضول اللي كيكبر كل نهار. تجرعات فيه فكرة صغيرة، ومع الوقت وفضوله اللي ما كيسكتش كبرات، حتى وصل 21 عام وقال أنا غادي نمشي للحج. ولكن الحج في ذاك الوقت ماشي بحال دابا، ما كاين لا طيارة لا طريق مزيانة لا تكنولوجيا. كانت رحلة ديال آلاف الكيلومترات، يا بالمشي يا فوق جمل، وكانت الصحراء، بحور ديال الرملة، العطش، الوحدة، وقطع الطرق. بزاف ديال الناس ما رجعوش من داك الطريق. اللي غادي للحج كان كيمشي وهو عارف باللي يمكن ما يرجعش، ولكن ابن بطوطة كان إيمانه أقوى من الخوف، وكان الحلم يشوف الكعبة ويعيش العالم أقوى من أي خطر. وهنا بدات المغامرة ديال بصح.